لو حضراتكم مش متخيلين عظمة المكان اللي احنا فيه، فأنا كمان مش متخيله. أهلا بيكم في الأقصر. يعني المعابد، يعني البازارات، يعني النيل، وأهل الأقصر الطيبين اللي عايشين على الضفتين. معانا الحاج حسن، صعيدي أبا عن جد، صح كده؟ الحمد لله. الحمد لله. كلمنا بقى عن العادات والتقاليد في الأقصر وبالذات في الجواز. لو البنت اتجوزت بتتجوز باسم العيلة، بتتشور تشوير تمام. الشوار ده اللي هو الجهاز. الجهاز بتاعها تمام. لازم تجيب حاجاتها من قبل الصاروخ باسم العيلة كلها. فدلوقتي الناس اتنكرت وبقت فيها. لا الناس فهمت دلوقتي. فهمت دلوقتي. دلوقتي الحزام بتكون 2 أو 3 بالكتير خالص. حلو قوي. يعني ما فيش زحمة الأول زي الأول. انت متجوز يا حاج حسن؟ طبعا. ماشي. وعندك اولاد؟ 5 أولاد. 5. الحمد لله. انت شايف ان هم كتير؟ لا كتير. ولا لا كتير. كتير؟ كتير طبعا. كتير عشان انا ما اتهديت بالنسبة للتربية بتاعتهم. تعليم ومصاريف ورعايه وتربية وتربيه. وتربية وتعليم وده كسوة وتعليم وما تنساش المرض لما عيل يجي سخانة وفلوس برضه. الله يحفظك. دكاترة ربنا إن شاء الله يحفظ الجميع. طيب تنصحهم انت بايه بقى يا حاج حسن؟ 2 3 بكتير. ده لو غلط يبقى يجيب التالت. ده لو أما غلط. 2 يبقى زي الفل. عم عثمان منور الدنيا. الله يخليك. ادينا حته انجلش كده. يو ويلكم برو. الله برو. جافريت باروسكي. ده ايه ده؟ روسي. الله اكبر. طب انت عندك عيال؟ معايا 4 عيال. بنات ولا اولاد؟ معايا 4 بنات فيهم 2 توينز. 2 توينز توأم. ما شاء الله ربنا يبارك يا عم. دينا ورتاج ورهام وتعوى. ما شاء الله. الله اكبر. انا لغايه دلوقتي هنا جبت لها الفطار وانا ما فطرتش. طب ما تيجي نروح نجيب فطار من السوق نجيب وناكل جيمي. ان شاء الله. يلا توكل على الله. يلا. اوعى تكون بتستعمل البتاعه دي. لا ما تقلقش. بلاش تعورها ولا حاجه. لا ماشي. محققه ولا ما تمام؟ طيب بالنسبه للعيال خلاص كده احنا استكفينا ب4 عيال. والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اصغر واحده قد ايه بقى؟ تقوى دي عندها 1 سنة وشهرين. 1 سنة وشهرين. اه. واللي بعديها على طول؟ اللي بعدها التوأم. التوأم. لا 4 سنين. حلو قوي. ورودينا عندها 6. لا حلو ما شاء الله. ربنا يكرمك يا عم عثمان. الله يخليك. عايز تتجوز تاني؟ لا. ليه طيب؟ Because this is my wife love inside from my heart. نفسي اقوم اسقف لك والله العظيم. يلا يا جيمي. Not pushing anybody here to buy something. My talking is too sweet. اهلا بكم في السوق. نورتوا وشرفتوا واحنا مبسوطين ان احنا بنشوف الناس الحلوه اللي زيكم. احنا النهارده في الأقصر وتحديدا في جزيرة الموز. الناس اللي عايشين فيها لازم هيرحبوا بيك بموز كتير جدا. تعالوا نعرف سر من أسرار جزيرة الموز، والناس هنا عايشة ازاي وايه أسرار عيلتهم. يلا بينا. اسم حضرتك ايه؟ اسمي عفوش، الشهر عفوش. عفوش. متجوز؟ متجوز. وعندك كام ابن؟ 3 أولاد. 3 أولاد ما شاء الله. الفرق ما بينهم قد ايه؟ كل بين وما بينهم 2 3 سنين. 2 3 سنين. كنت بتحاول تعمل تباعد كده ما بينهم عشان كل واحد ياخد وقته في التربيه بالبركه وفي الصحه. هي جت بالبركه. بالبركه. هي جت بالبركه. طب ولادك اتجوزوا؟ كلهم. ما شاء الله. هل معاهم اولاد؟ معاهم مخلفين. بسم الله ما شاء الله. هل يعني طفل او طفلين ولا 3 ولا ايه؟ لا هو حاليا لغايه دلوقتي واحد معاه 2 وكل واحد معاه 1. ما شاء الله. طيب يا حاج، دلوقتي الاقصر بتتميز بالحكمه والثقافه. نعم. صح؟ حضرتك
ازاي في تربيه اولادك خدت حكمه او اعتمدت على ايه او علمتهم ايه؟ علمتهم اهم حاجه يتعلموا آه. ما يطلعوش زينا. آه. يعني احنا اميين. حضرتك ما اتعلمتش؟ لا ودونا بس احنا كناش نرضى نروح. عرفنا بنفسك يا حسان. أنا حسان سعيد من محافظة الأقصر. عندي 30 سنة. متزوج من 4 سنين، وربنا كرمني ببنت اسمها هدى. بشتغل حاليا باحث ميداني. احكي لنا عن العيلة. يمكن زمان العيلة كانت عدد كبير من الولاد والعمام والخلان والخالات، أما دلوقتي الموضوع اختلف. العدد كان كبير علشان يعتبر ما كانش فيه وعي كافي. أما دلوقتي طبعا الوضع اختلف بالنسبة لعدد الأولاد. بيجي الأم والأب عندهم وعي عشان يدوا فرصة لأولادهم في تعليم، في معيشة، في كل حاجة. المميزات اللي كانت زمان اللمة. انت قلت لي ان بيتك زمان كان فيه نظام. جدتي كانت عاملة سيستم للبيت، بما اني جوزها توفى قبلها، يعني جوزها توفى وساب العيال صغيرين، فكانت حريصة ان هي تبقى ماشية الدنيا وظبطاها يعني. اما بالنسبة لمشاهد كتير شفناها حوالينا، طبعا كان في بيبقى ظلم لبعض الأولاد في موضوع التعليم، في موضوع تحمل المسؤولية بسرعة بدري يعني. بدري صغيرين. بدري يعني مثلا كان هو بيبقى مسؤول عن البيت ومسؤول عن الزرع والكلام ده كله، ولا وانت خلاص احنا نجوزك بدري، فهو ممكن ما يكونش عنده وعي بالمسؤولية او ما يكونش عنده قدرة على تحمل المسؤولية، فالدنيا بتبوظ بسبب الموضوع ده. يعني مثلا كان زمان البنت تتجوز صغير والولد يتجوز صغير، لا دلوقتي بقى مع التطور ويبقى عنده المقدرة على تحمل المسؤولية، عشان موضوع الخلفة، عشان موضوع تحمل مسؤولية الأولاد والكلام ده كله. فالوعي الحمد لله يعني هو السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي دي سلاح ذو حدين يعني. في طبعا اللي هو بيستخدمها صح وفي اللي بيستخدمها غلط، ولكن في الاستخدام بتاع نشر الوعي ده أفاد ناس كتير يعني. حسان انت ما شاء الله ربنا يبارك لك، عندك هدى. الحمد لله. وناوي تجيب عيال تانيين؟ بإذن الله. بتفكر في كام عيل؟ 1 أو 2 تاني واتسطرت يعني. يعني ممكن يعني التفكير الأكتر إن هو يبقى 1 بس. طب بتفكر على كده على أساس إيه؟ في مثل عندنا في الصعيد بيقول خف البصل تغلظ راسه. كل ما كان العدد قليل كل ما انت بتاخد فرصتك انك انت تستثمر فيهم حاجه كويسه. علم هدى تعليم كويس، اللي بعدها لما يجي ياخد فرصته برضه، سواء في لبسه، في معيشته، في تعليمه برضه. يعني احنا عندنا البنات في الصعيد مش بتتجوز بحاجه قليله يعني، دنيا طبعا مهر وشبكه بالظبط وايه وعفش ودنيا، ولازم يعني العادات اللي هي في البلد دي، فلازم برضو عشان اعرف اامن لها ده. ولما يعني هتيجي تاخد قرار زي ده، تاخد القرار ده وانت بتتكلم مع مراتك وبتاخدوا القرار لوحدكم، ولا بتيجي تقول لها انا عايزه اخلف؟ طبعا لازم ارجع لها لان القرار ده يخصنا احنا الاثنين. عندنا في البلد برضو ايه مش ناويين تخووا هدى مش عارف ايه، تخوها بالاولاد تخوها بكذا، فالكلام ده ابتدى برضو الحمد لله اللي هو ابتدى يندثر. تمام، ما بيجيتش زي زمان اللي الناس مركزه في الموضوع. فطبعا برجع لها وباخد رايي وبنتناقش، يعني احنا طبعا لما بنكون قاعدين مع بعض بنتناقش. تقول ايه لكل حد بيتفرج عليك دلوقتي وعنده او عايز يخلف عيال كتير؟ يفكر في نفسه، في تحمل المسؤوليه، في هيعرف يوفر لهم المعيشه الكويسه التعليم الكويس ولا لا. يفكر برضه في مراته، يعني في ناس برضو ما بترجعش اللي هو لا انا ماليش دعوه انا عايز اخلف، فهو ملوش دعوه بصحه مراته وملوش دعوه بدنيتها، فاستطاعتها هي هتقدر يعني تتحمل ده ولا لا. بس وبرضو نصيحه اخيره برضو دي بوجهها للامهات، يا ريت الناس كلها يعني تخلي الاول في نضج عشان يبقى في تحمل للمسؤوليه، لان في حالات طلاق كتير وفي عيال
بتتشرد بسبب المواضيع دي. اشكرك يا حسان، نورتنا. ربنا يخليك، انا اتشرفت بحضرتك. كل زمان وله أذان. زمان الدنيا كانت متطلباتها حاجة، والنهاردة متطلباتها ومعطياتها حاجة تانية خالص. زمان الناس ما كانتش بتحسبها زي النهاردة، والجملة المشهورة كانت ماشية بالبركة، والنتيجة على المدى البعيد بنعيشها دلوقتي في مجتمعنا: زيادة نسب التفكك الأسري، زيادة نسب البطالة وغيرها. ولأن المجتمع بيبدأ من البيت ده والبيت ده والبيت ده، يبقى لازم البيت ده يخطط صح ويحسبها صح وهو بيربي أجيال جديدة للمستقبل. وساعتها البيت هيرتاح والمجتمع كله هيرتاح. خلونا نحسبها حسبة النهاردة علشان ما نقعش في أخطاء حصلت امبارح، وعلشان مستقبلنا كلنا يكون أكثر صحة وأكثر ازدهار. بين امبارح والنهارده حاجات كتير جدا اختلفت في الأسرة المصرية، واحنا مبسوطين جدا ان احنا اتكلمنا معاكم في الموضوع ده النهارده. نشوفكم في حلقة جديدة وبسر جديد من أسرار الأربع حيطان. لتلقي الدعم والإرشادات نورونا في العيادات المتخصصة التابعة للإدارة المركزية لتنمية الأسرة.